إله يعني الدكتورية أصلا قديمة أحداث دي العمل اللي تحديدا معاه حبيب قلبي. لا 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 الحاجات دي لا، دي حاجات صغيرة قوي، دي حاجات صغيرة، دي حاجات أكبر صغيرة ولا أنا عندي مشكلة عامة للناس كلها، في حاجة منتشرة، أنا عندي كارثة منتشرة. وانت داخل كده كان كده ميه كانوا عاملين الصوره دي هدي الدور بس يوم صالح واعمل ده واعمل ده كله، اشتغل على الكل. دي مجموعات مش شويه، احنا كتير، لما تشغل ناس في كل حاجه مش هينفع تشتغل معاك حاجه ده موضوع ملوش علاقه بالموضوع البنى او مختلف عن البنى نفس اللي مع بعض التعديات على اسلاك الدم. مظبوط ولا انا تمام؟ دي حاجه حضرتك. الحاجه الثانيه الرتش. طبعا هو دلوقتي المطريه كلها بترتش، ويعني يمكن اقرب معلش يمكن اقرب عند لا اقرب نقطه هنا اللي عند المستشفى مصر مساعدات الطبيه. هنا على الناصيه هنا ما فيش 100 متر او 200 متر من الحي في رتش عند شركه مصر مساعدات الطبيه هنا هو اخر الشارع ده مفيش بند اخر الشارع، مفيش بند اخر الشارع. لا يا فندم لا الصف الثاني صح هيبقى كل يعني مساعدات الطبيه مع السور اللي هو في الشارع اللي خلق عندنا المطريه. ايوه صح، انت جاي من دلوقتي. لا يعني هو تبع عندنا المطريه وبيننا اللي قدام عمارات بيت العز، قدام العمارة بتاعت عمارات بيت العز قدامها ده تبع حي الزيتون. لا انا عارف ده العشرينيه دي في مسجد طبعا عندنا بعد ذلك في مسجد يا فندم في وانت ماشي حضرتك كده في الشارع بتقابلك مستشفى المستحضرات وتكسر شمال كده عشان تخش على ميدان المطريه. تكسر يمين بقى شمال عشان تخش على ميدان المطريه. تمام؟ هي على مسجد الشارع اللي بتكسر فيه شمال ده هشيل الربش دلوقتي وبعد شوية هيجي احط لي ربش تاني. انتوا ما احنا مشكلتنا عندنا لا اتكلم كده. احنا في حاجة عايزين نعرفها، يعني احنا عايزين نطرحها وحضرتك تقدر تفيدنا بيها. الحل فيه عربيات تنقل عربيات نقل ولا ما فيهوش؟ لا هو في شركه نظافه زي المحافظه الهيئه. لا يعني نعمل حاجة مثلا ان يبقى في مثلا خدمة تبع الحي اللي عنده رش عايز ينقله عربية من الحي باسمه. حلو دي. حلو ويبقى برضه السعر يبقى معقول. اللي عنده حاجة يرميه بدل اللي بيجيب العرباجي يروح يرميه له يبقى عنده حاجة مقدمة ان هو عنده برضه مفيش مشكلة. انا كنت بعرف جيدا ان يحصلوا الشرطه الاحياء حتى اول حاجه فهو يجي كل حاجه عربيه واحده. تمام انتوا كل حاجه عربيه واحده. انتوا كمان لو حصل هو مين يدفع فلوس هذا الكلام ده؟ هو كده بيدفع فلوس للعربيه. يعني العربيه قوي تاخد مبلغ فهو لو هيدفع الفلوس دي
عربية نقل تيجي ونبقى احنا في سيطرة ومش هيحتاج الحي، هو مش هي تشيل الراجل ده ونقله في المكان المخصص ليه، هتبقى افضل ليه ولينا وللحي ولكل الاطراف. هتبقى دي حاجة افضل لكل الاطراف. بس في الوقت الحالي يعني صعب. في الوقت الحالي ماشي ممكن تبقى صعبة، ممكن يبقى ليها حل. ليه حل طبعا؟ لا يعني ممكن يبقى ليها حل في الوقت الحالي. وفكرة جميلة أنا فكرنا فيها الآن يعني فكرة جميلة أوي حقيقي. احنا دلوقتي لو احنا دلوقتي مثلا الحي ما فيهوش عربيات، مش ممكن دي برضو احنا نقطة حضرتك برضو ما نعرفش مدى قانونيتها ايه، فانا بس حضرتك عنها ان يبقى في عربيات بتاعت ناس عادية، عربيات نص نقل، الحي مثلا يتعاقد معاهم او كده ويبقى بيشتغلوا مقابل ان الحي بياخد رسوم وهم بياخدوا رسوم، يعني مثلا بيتحصل 100 جنيه الحي مثلا بياخد 30 وصاحب العربية لا ياخد 100 جنيه. طيب ده ممكن يتعمل ويبقى تبع الحي، ويبقى اللي عنده رأس ممكن يجي للحي يقول انا عايز عربية انت 3-4 ارقام عربيات وانا هحاول برضه اخلي الرجال اللي هم من المصريه يجيبونا يقولوا الناس تعالي مع رجاله يقولوا معلش رجاله حضرتك لما ينزلوا هيبقى في مصلحه صح، هو ده اللي احنا قلنا عليه. صح. ممكن يجي حضرتك 10 عربيات ويحصل. انا قلت ايه؟ فاهم قصدي؟ وانا قلت ايه؟ قلت هاتوا لنا انتوا 3-4 ارقام عربيات تمام. ونعمل اعلان ان الحي على استعداد لرفع المخلفات واخد بالك ونسيب رقم الحي. صح كده. صح اللي كده. يتصل بينا انا راح متصل انا بال3-4 ارقام اللي انت هتجيبهم لي يروح يشيل. وقول له توجه على العنوان الفلاني هتدفع كده بالظبط كده، واحنا هنعمل مع حضرتك. وانا من عندي انزل الاعلان ده على الناس مش هترضى انا هو حاجه المقابل دي مش هيختار راجل ولا حاجه لا لا هو بيقول على نفسي هو ما بيعملش وصاحبك بيتكلم في نقطه معينه انا النهارده بشيل حاجه فيه وانت دلوقتي ممكن حاجه ممكن على هذا الفيلم انا مش هحتاج مع حاجه هي مش لازم في الاول مولانا عمليه لا هتبقى مولانا وهيتعمل طبعا هنعمل جوه مصالح كتير ايوه هيبقى الموضوع اللي تحت الترابيزه ده بيتحل ايه؟ بس انا بقول لك مشكور ومشيل حاجه وكل حتى الشغل اللي احنا بنشوفها على القرن كلها تجديد شويه. واليومين اللي جايين دول هم بتوع الاجازات، بتوع المدرسين اللي بيجوا من بره. 60% اللي هم ما بيعملوش حاجه، اللي هو بيغير حاجات عاديه، هيبقى احنا اختصرنا 60% من الراتش اللي محطوط في الشارع. طب انا لما احط واشيله تاني. هو في اصلا ما عندوش ما عندوش مصلحه طب في كل دي الحاجة الثانية موضوع الزبالة. طبعا العقد اللي معمول ما بين المحافظة وبين شركة الزبالة ما بيتطبقش حتى 1% منه، لأن العقد اللي معمول ما بين المحافظة وبين الزبالة في بنود لو طبقناها يبقى الشوارع الرئيسية بتاعت أي منطقة الشركة متكفلة إن هي تكنسها وتشيل التراب وتمسحها من مرة ل7 مرات في اليوم. ده العقد بيقول كده. فالعقد ما بيتطبقش منه أي حاجة. ده كل شارع حل كل الشوارع. يعني ده حل مع ايه هي الاسباب؟ في شركه اداريه للاسف ودي متعاقدين معاها لمده 15 سنه عدى منهم تقريبا 7 أو 8 سنين 7 سنين او 7 أو 8 ايا كان للمنطقه الشرقيه. المنطقه الشرقيه دي 10 احياء خد بالك. للاسف تاخذوا عليه ان الشركه دي في السنه ب 35 مليون لو لجزء من العشر بتفتكر منهم المصريه ومنهم السلام وغير الانسان. فللاسف العقد اللي كتب العقد مع الشركه عقد فاسد ومش يعني مش طبعا شخصيا على مصر من ساعه ما رحت السلام. انا جيت من الجنوبيه اللي هي المسجدين فيها طبعا منطقه جنوبيه، فجيت على السلام من سنه وكان محافظ الثوره بيجري ورا الشركه وعمل معاها لقاءات واجتماعات عشان يقنعها يغير العقد من 75 مليون إلى 265 مليون. تخيل؟ علشان يضيف
خلاص انت ما تقولوش كده، قول له ممكن يبقى ان احنا نتكلم فيه باستفاضه شويه. المساكن اللي خرجت في الشارع خدت من الشارع ومن الرصيف وخرجت بره دلوقتي يمكن هي في ظهر الحي هنا اصلا، وفي وش الحي ده المفروض انه تعدي على اماكن دولة، صح؟ ليه ما ينزلش عن طريق الجيش زي ما الجيش بينزل في الحاجات اللي فيها تعدي على اماكن دولة، وينزل وغير زراعية على فكرة تعدي على اماكن دولة في عين شمس. الاكشاك اللي اتعملت جنب سور القطر كلها مش عشان يعمل الموضوع ده هنا ومحدش قدر يتكلم. ليه ده ما يتعملش فيه كده؟ يعني ليه المساكن اللي اتعملت بالشكل ان هم بنوا ساعتك بنوا وخرجوا على الشارع بره؟ يعني البيت مبني مساكن خد من الرصيف وخد من الشارع وبنى، ومش يعني الحالة مش واحدة ولا اثنين ولا 10، ده كتير قوي. ده موضوع ده ليه ما يتعلمش؟ هذا مستحدث ولا جديد؟ لا ده مستحدث لسه. ده هو يعني هقول لحضرتك ده منتشر جدا، هو طبعا اتعمل في كل المساكن بس منتشر جدا في القطعة اللي هي جنب المجلس المحلي هنا في ظهر الحي على طول. المساكن اللي هي في وش المستشفى دي كلها اللي جايه بعد المجلس المحلي دي كلها من جوه. المساكن دي اللي بره ما عليهوش حاجه، مش في الشارع، لكن اللي جوه كله خرج على الشارع. دي مباني لسه معموله، احداثها ولسه معموله. انا بتكلم عن المساكن. لا